ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم بسكوت النشادر بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير مظبوطة 100%. البسكوتية هشة وخفيفة وبتدوب. كمان هنشكلها بدون مكنة. فيلا بينا نشوف المقادير والطريقة. عندي هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، والدقيق يكون منخول كويس. كوباية ونص من السكر البودرة. عندي هنا فانيليا، اقدر استخدم فانيليا سائلة او بودرة. 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. نص كوباية من الحليب الدافي زي دمعة العين. عندي هنا كمان مكسب طعم الحليب، وده بيقوي طعم الحليب في البسكوت. بيتباع في محلات مستلزمات الحلواني، اسمه مكسب طعم الحليب. عندي هنا سمنة وزنها 250 جرام، وده مقدار الكوباية المعيارية. لكن لو بالمج الإزاز هناخد كوباية وربع بالمج الإزاز. عندي كمان هنا بيكنج باودر ونشادر. النشادر ده بيتسمى في بعض الدول بالأمونيا أو خميرة البسكوت، بيتباع عند العطارين. هنجيب النشادر بتاعتنا وناخد معلقة صغيرة، وتكون المعلقة هرمية بالشكل ده، ونبتدي نضيفها على الحليب، والحليب يكون دافي زي دمعة العين كده، ما يكونش سخن زيادة علشان ما يبطلش مفعول النشادر. هنبتدي نقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. هنلاحظ انه الحليب ابتدى يفور كده ويعمل زي فوم او رغاوي على الوش. يعني دي كانت نص كوباية، ممكن توصل لكوباية الا ربع واكتر كمان. كده اعرف ان النشادر بتاعتي تمام وشغالة، وهتخرج البسكوت بتاعي هش وجميل زي ما احنا شايفين كده. بصوا النشادر بالحليب، لانه دي اهم حاجة اتأكد من صلاحيتها، لانه لو ما اتفعلتش تبقى بقالها فترة موجودة عند العطار، وبالتالي مش هتديني نتيجة حلوة للبسكوت. فضروري اتأكد ان النشادر بتاعتي صالحة وكمان فعالة. هنبتدي نجيب البولة اللي هنشتغل فيها او الطبق، ونضيف كوباية السمنة. زي ما قلت لكم السمنة بدرجة حرارة المطبخ او ساقعة مش هتفرق، بس ما تكونش سخنة. بعد كده هنبتدي نضيف كوباية ونص من السكر البودرة، ونقلبهم مع بعض كويس لحد لما السكر البودرة يختفي تماما، ويتقلبوا مع بعض ويكونوا خليط شبه الكريمة كده. طبعا اقدر اعمل الخطوة دي بالمضرب الكهربائي او بالعجان او بالمضرب اليدوي زي ما انا عملت كده، بس عايزة اقول لكم انه من سهولته ممكن تعملوها بالمضرب اليدوي او حتى بايديكم. هقلبهم مع بعض كويس جدا جدا لحد لما السكر يختفي ولون الخليط ده يفتح شوية ويبقى شبه الكريمة كده. هبتدي بعد كده اضيف البيض. انا في الخليط ده او في المقدار ده استخدمت 4 بيضات، والبيض كان بيض ابيض. لو هنستخدم بيض بلدي هنحط للمقدار ده 5 بيضات، لانه البيض البلدي بيبقى صغير شوية، فهنستخدم 5 بيضات. لكن انا حطيت بيض ابيض فاستخدمت للمقدار ده 4 بيضات بس. هنبتدي نضيف بيضة بيضة، ومع اول بيضة هنضيف معلقة كبيرة من الفانيليا. هنقلب البيضة لحد لما تختفي، وبعد كده ابتدي اضيف البيضة اللي بعدها. كده تمام. هنبتدي نضيف اخر بيضة ونقلبها كويس جدا جدا مع الخليط. الخطوة اللي بعد كده هنضيف الحليب مع النشادر. انا عملت موضوع الحليب مع النشادر في البداية علشان أأكد على فكرة التفاعل بتاعهم ونجاح النشادر بتاعتي. بس هنرجع هنا وهقول لكم ان انا ضفت كمان مكسب طعم الحليب. يبقى انا ضفت الحليب بالنشادر ومكسب طعم الحليب. لو انتوا هتخبزوه في البيت يبقى خلوا خطوة النشادر والحليب قبل ما تضيفوهم على طول، يعني ما تعملوهمش من البداية. قبل ما تضيفوهم على طول اخلطوا النشادر مع الحليب، وبعد كده ضيفوه على باقي المكونات. هنا خلاص انا قلبت كل المكونات كويس. كل اللي فاضل ان احنا نضيف الدقيق والبيكنج باودر. ده كيلو من الدقيق انا مش بضيفه كله،
بضيف 3/4، وبعد كده ببتدي احط معلقة كبيرة هرمية مليانة من البيكنج باودر. هنا في الاول انا حطيت معلقة بس ما كانتش مليانة قوي، فضفت حوالي ربع معلقة تاني، لكن انتوا خدوا المعيار مرة واحدة، معلقة كبيرة هرمية من البيكنج باودر. هنبتدي نعجنهم واحدة واحدة بالشكل ده، ونضيف الدقيق بالتدريج. اي بسكوت نشادر ما تحطوش المقدار اللي مكتوب او مقدار ثابت وتمشوا عليه، يعني خلوا شوية من الدقيق بره واعجنوا كويس، ولو احتجتوهم ضيفوهم، لو ما احتجتوهمش ما تبقوش حطيتوا مقدار مش مظبوط، لانه موضوع الدقيق بيختلف من نوع لنوع. فاحنا هنا ضفنا حوالي كيلو الا ربع من الدقيق، وهنبتدي نعجنه كويس بالشكل ده لحد لما تتكون عندي عجينة طرية، ما تكونش بتلزق في الايد لكن تكون طرية، علشان انا هشكلها بكيس الحلواني فتخرج بسهولة من الكيس. ولو بالمكنة ممكن نضيف معلقتين زيادة من الدقيق. تمام، يعني بتكون اتقل شوية العجينة بتاعت المكنة، لكن مش اتقل قوي، علشان البسكوتية تطلع هشة وخفيفة معايا كده وتطلع جميلة. زي ما احنا شايفين كده انا بضيف معلقة معلقة لو احتجت. ما تختبروش العجينة بايديكم اللي انتوا بتعجنوا فيها، لان انتوا هتحسوا انها ملزقة جامد. اختبروها بالايد اللي انتوا مش بتعجنوا بيها، او اغسلوا ايديكم وبعد كده اختبروا العجينة. كده خلاص تمام، العجينة بتاعتي اخدت كفايتها من الدقيق واتشكلت معايا وبقت طرية زي ما احنا شايفين كده ومش بتلزق في الايد. طيب انا اتبقى قد ايه من الدقيق؟ حبيت اعمله لكم بالكوبايه المعياريه وبالميزان علشان نشوف، لكن برضو ما تاخدوهوش مقياس، لانه ممكن المقدار ده ياخد معاكم دقيق اكتر او اقل على حسب ما انتوا تمسكوا العجينه وتشوفوها بايديكم. هنا اتبقى معايا كوبايه معياريه من دي وعليها معلقتين كبار، يعني تقريبا 169 جرام من الدقيق، دول اللي اتفضلوا من كيلو من الدقيق. بعد كده جبت صينية صغيرة ودهنتها بالسمنة علشان اختبر البسكوت بتاعي في التسوية. هعمل كام بسكوتية كده. حطيت جزء من العجينة في كيس الحلواني، وطبعا البلبلة بتاعة البسكوت اللي احنا شايفينها وشكلنا بيها بالشكل ده، وهبتدي اشكل البسكوت بتاعي بالشكل ده. هدخله الفرن على درجة حرارة 180، ويكون الرف مش في النص، اقل من النص شوية، يعني هننزل الرف لتحت شوية. زي ما احنا شايفين كده اخد حوالي 15 دقيقة، واخر دقيقة شغلت الشواية. زي ما احنا شايفين كده البسكوتية محتفظة بالنقشة بتاعتها، البسكوتية خفيفة معايا وما فرشتش كمان، يعني كبرت شوية لكن محتفظة بشكلها كده. يبقى تمام، هو مش محتاج مني اي دقيق تاني. هبتدي اشكل البسكوت بتاعي. هجيب صينية وهدهنها سمنة او زبدة او زيت زي ما انتوا حابين، وبعد كده هبتدي اشكل البسكوت بالشكل ده. انا خلصت البسكوت سبته يرتاح حوالي ربع ساعة العجينة، وابتديت اشكلها. ما تسيبوهاش فترة طويلة علشان العجينة ما تتقلش، ونقدر نشكلها بكيس الحلواني بسهولة. يعني ربع ساعة كده العجينة ترتاح ونبتدي نشتغل فيها. نص ساعة مش اكتر من كده، يعني من ربع لنص ساعة. هشكل الصينية كلها زي ما احنا شايفين، وما تقلقوش لو بسكوتة كبيرة شوية او الطرف بتاعها مش مظبوط شوية. هنبتدي نجيب سكينة بالشكل ده ونساوي البسكوتات، ولو في بسكوتية كبيرة شوية هبتدي اسويها بباقي البسكوت. العجينة بتبقى تحفة جدا جدا وطرية وخطيرة. هبتدي اشيل اي زيادة واخلي البسكوت كله نفس المقاس. عايزة اقول لكم ان الشكل ده للبسكوت حلو جدا جدا، وبيمتص كده الشاي او كمان الحليب. بتبقى نقشة جميلة كمان في الشكل. فأحسن شكل وأحسن حاجة للبسكوت النشادر هي النقشة دي، لكن طبعا تقدروا تعملوا أي نقشة انتوا حابينها. مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، ومنزلة الرف في الرف اللي تحت، يعني مش في النص، الرف اللي تحته. تمام زي ما احنا شايفين كده. لما يستوي يبتدي ياخد لون ذهبي من تحت ومن الحروف كده، هبتدي ارفعه تحت الشواية مدة دقيقة او دقيقتين.
لحد لما ياخد اللون الذهبي زي ما احنا شايفين. هبتدي اخرجه على طول، هسيبه لما يبرد وبعد كده ابتدي اخرجه واحفظه في علبة بلاستيك او حاجة معدن. ما نحطوش في حاجة كرتون علشان الكرتون هيمتص الدهون اللي فيه وهينشف البسكوتة او يخليها كده مش حلوة وفريش. حتى لو هنحطه في كرتونة ممكن نبطنها بأكياس من بتاعة السندوتشات كده علشان البسكوت بتاعي يفضل محتفظ بالقرمشة والطعم بتاعه، وكمان النكهة بتاعة الطازة، يعني ما يبقاش قديم. في كمان الحفظات اللي هي البوكسات كده البلاستيك بتبقى حلوة جدا جدا، نقدر نحفظ فيها ونقفل كويس، يفضل معانا فترة طويلة بنفس الطعم ونفس النكهة ونفس القرمشة ونفس كل حاجة. فكده تمام، دي البسكوتات بتاعتي. جربوا المقدار ده وانتوا هتنبسطوا منه جدا جدا، ولو هتشكلوه بالمكنة هنعمل نفس المقدار ده بالظبط، بس ممكن نزود معلقة او معلقتين كمان من الدقيق، مش اكتر من كده، علشان ما تطلعش البسكوتية كده مكتومة وتقيلة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وتعليق حلو من تعليقاتكم، وعايزه اقول لكم ان انا هسيب لكم تحت في صندوق الوصف المقدار اللي انا عملته، وانتوا تقدروا تعملوا منه مقدارين او 3 او 4 زي ما انتوا حابين.